السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم احمد من قناة بيت العيلة. ان شاء الله النهاردة نعمل مع بعض الجلاش الحلو. سهل جدا وبيتحشي بأي حاجة، وطريقته مفيش اسهل من كده، مبياخدش وقت خالص. تمام كده. ده الجلاش معانا، ودي السمنة، وده الحشو سوداني على رشة فانيليا على معلقة سكر، وده حشو مكسرات مشكلة عليها شربات تقيل. دي كانت باقية مني من الكنافة. خلاص كده هقطعها على طويل كده بالشكل ده زي السمبوسة. هدهنها سمنة او زيت اللي انتي عايزاه. احط معلقة حشو زي كده سوداني مجروش على سكر على فانيليا. بصوا لفة زي مثلثات زي السمبوسة ما كنا بنعملها. هلفها قدامكم اكتر من مرة عشان تبقى عارفين. مسحة، وهنيجوا حاطين معلقة الحشو ولفينا كأننا بنلف ايه اهو رول. وبعدين نيجي عاملين مثلث تاني اهي تقفل على نفسها، ولا لز ولا اي حاجة، وهي اصلا سلسة جدا، سهلة سهلة سهلة. تمام كده سهلة. هنعمل تاني مسحة، نحط معلقة الحشو. حشو ده براحتك، الناس بتحب تحشي اللي هي عايزاه. ونسيت حتى معلقة جوز هندي كمان مع معلقة السكر مع رشة الفانيليا على السوداني. خلاص حشوة دي براحتك، واللفة سهلة ما فيهاش اي حاجة، اي حد يقدر يعملها. اهيت طبقناها ازاي. طبعا انا بعمل بالراحة عشان خاطر اوريكم، لكن انا بسرعة جدا اصلا التطبيقة دي بالنسبة لي على طول. هنحط بقى الشكل التاني، هنعمله رول بحيث ان هو يبقى مختلف اللي هو بالمكسرات عشان تبقي عارفاه كمان. خلاص هعمله رول بالشكل ده كأني بلف ايه صباع محشي بالظبط. اللي بيلفوا المحشي كده ورق عنب بيلفوه بنفس الطريقة. بيتنوا الجنبين كده بيمسحوا مسحة ويحطوا معلقة حشو صغيرة، حبة صغيرة عشان ما يبقاش بارز. وانا اصلا رقاه مش واخدة طبقات كتير اهو من الجنبين، وباجي عاملاه بالشكل ده، لفاه بالشكل ده بالظبط زي لف ورق العنب. خلاص خلصنا كله ودهناهم بالفرشة بالسمنة او بالزيت، وما شاء الله احمر معايا جميل جدا. وحطيناه في السيرم. خلاص سيرم بارد مش سخن عشان ما يعجنش منك، لازم سيرم بارد. وهنصفيه ونطلعه كده، وبألف هنا وبألف شفا. وكده خلص معانا الجلاش. سهل جدا، مخدش اي حاجة، بسيط، وحاجة من الحاجات الحلوة عملناها في البيت وبسيطة. تمام، بألف هنا وبألف شفا. يا رب تكون الحلقة عجبتكم. متنسوش سبسكرايب للقناة ولايك وشير وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتشجعونا كده ودعمونا. وإن شاء الله انتظرونا في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.